يبقى بمعنى اشتراكي. ما احمد شوقي قال للرسول عليه الصلاه والسلام: الاشتراكيون انت امامهم. طبعا انا بس متحفظ على لانه ده رسول الله، ما انما لا انا عايز يعني انا اقول بقول على طبعا المنهج، يعني نعم. النهج، في نهج اشتراكي طبعا في الاسلام. نعم. شيء طبيعي، الاسلام هو دين الفقراء في بدايته يعني. نعم. هو الفكره دايما ان كل منهج فيه نقطه مضيئه ونقاط مظلمه. الاشتراكيه مثلا عباره عن ناس المبتعث عندهم انه عطوف على الناس. هو بيقول مش معقول الناس تسحق، مش معقول الفقراء كذا، مش معقول كذا. لكن لما بيجي يعالج الحقيقة بيزيد الفقراء فقرا. حقيقة المنهج الاشتراكي أفسد طول العمر إفساد كبير جدا يعني. وليس أدل على ذلك من السياسة الضريبية مثلا. السياسة الضريبية ساعات هي اللي بتعمل البطالة. بس هو بيطلعها في الجورنال إزاي؟ يقول لك أنا بعمل قانون ضريبي عشان آخد من الأغنياء وأعطي للفقراء، وأنا منحاز للفقراء ومش عارف إيه. وتكون النتيجة أنه يعمل سياسة ضريبية الغني مش مضار بيها، لأنه بيسيب بعض المشروعات عشان يقلل شريحة الضرائب، إنما النتيجة أن الفقراء هي اللي بيتحقق بطالة عالية في المجتمع. ولذلك المجتمع اللي بيفهم ساعات الفقراء بيطلعوا مظاهرة ضد الضرائب الأعلى، لأنه هو نفسه بيضار بيها، نسبة البطالة بترتفع. جميل.